ماتش القمه الجاي ده قدام الاهلي ده اكبر فخ ممكن الزمالك يقع فيه ويضيع كل اللي عمله في الموسم. داخلين على ماتش القمه ما بين الميت والكحيان. النادي الاهلي اللي داخل ماتش القمه ده وهو قدامه سيناريوهين ما لهمش تالت، يا يكسب الزمالك ويخلي الدوري يولع ويخلي بيراميدز يساوي مع الزمالك في النقط وتبقى المنافسه ما بين الزمالك وبيراميدز، يا اما يخسر قدام الزمالك ويقرب الزمالك اكتر واكتر من الدوري، وفي كلا الحالتين هيفضل موجود في المركز الثالث. اما ناحيه نادي الزمالك فالامل رجع له تاني بعد ما كنا طلعنا الاهلي الحاسبه وقعدنا نحسب حسبه بيرما والاهلي لما يكسب بيراميدز هنعمل ايه في ماتش القمه، فكل حاجه رجعت تاني بايد نادي الزمالك بعد خساره الاهلي من نادي بيراميدز، وبقى الموضوع كله على نادي الزمالك تكسب الاهلي الماتش الجاي يبقى بنسبه 80% انت بطل الدوري المصري. بس كده او كده او كده هيفضل ماتش القمه وهيفضل ماتش ليه اهميته، لان ماتش القمه بطوله جوه بطوله. فمن غير رقم مقدمات كتيره لما نخش في الحلقه، بس قبل ما نبدا ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان تسجلنا بقى ان شاء الله، وتقول لي في الكومنتات شايف مين هيبقى هو بطل اخر قمه في الموسم ما بين الاهلي والزمالك، وتجيلي بقى عشان نخش نتكلم على ماتش القمه ونشوف مميزات وعيوب الفريقين. وخلينا نبدا بنادي الزمالك. في الحلقه اللي فاتت قلت لك ان ماتش انبي ده اهم من ماتش بيراميدز، وان ماتش انبي ده انت هيحصل لك فيه اي تعثر كل اللي انت عملته في الموسم هيضيع منك، وده اللي حصل. وفي نفس الوقت انا قلت لك ان الزمالك اول ما بتحط عليه السبوت وكل الناس بتشاور عليه تقول هو ده احسن فريق وبيلعب احسن كوره وهو ده بطل الدوري ويكسب اي حد، بيبدا نادي الزمالك ينهار، وده اللي احنا شفناه في الماتشين قدام انبي. الماتشين قدام انبي اللي الزمالك ضيع فيهم 5 نقط كانت كفيله تخلي نادي الزمالك بطل الدوري المصري من قبل ما يخش ماتش القمه الجاي. الزمالك ومعتمد جمال كانوا نازلين ماتش انبي اللي فات ده وهم كل تفكيرهم وكل تركيزهم في ماتش الاهلي. كان لازم راح لعيبه زي الاثنين المهاجمين الاساسيين بتوعوتك ناصر منسي وعداي الدباغ، وكمان رايح احمد فتوح، وكمان عندك ايقاف زي محمد اسماعيل. فكانت من هنا بدايه مشاكل الزمالك في مباراه انبي. واحد زي احمد ربيع كان اسوأ لاعب في الزمالك في الشوط الاول، كان بيخلي الكره في رجله كتير قوي وده اللي كان بيخليها تقطع منه وتترد على نادي الزمالك بهجمات خطيره، كان بيعمل ميس باص كتير قوي برده، وكان بيعمل ميس باص كتير قوي وده اللي كان بيخلي نادي الزمالك يبذل مجهود اكتر عشان يرجع الكره اللي هو ضيعها، وكان بيعمل فاولات خطر في اماكن خطر كانت بتخلي نادي الزمالك عليه خطوره، وده اللي حصل في الفاول اللي عمله حدود منطقه الجزاء جه منه الجون الاول لانبي، بس الحمد لله طلع تسلل. واللي احمد ربيع عمله في ماتش انبي ده نفس اللي محمد اسماعيل عمله بالظبط في ماتش بيراميدز، نزل برده كان بيخلي الكره في رجله كتير، بيعمل ميس باص كتير قوي، بيعمل فاولات وخد انذار بدري قوي، وده اللي خلى كابتن معتمد جمال اول تبديل عملها في الماتشين هو اللي هو يسحب الاثنين نص ملعب اذا كان محمد اسماعيل في ماتش بيراميدز وحط احمد ربيع في ماتش انبي، وزود بقى كمان الاجهاد اللي باين على عبد الله السعيد. فنادي الزمالك كان بيلعب قدام انبي بنص ملعب واحد وهو محمد شحاته اللي كان سايق نص الملعب لوحده، كان هو اللي بياخد الكره من خط الدفاع عشان يبني الهجمه، وهو اللي كان بيطلع يقابل في نص الملعب عشان يقطع الكوره، كان هو المحراب بالنسبه لنادي الزمالك، ولحد اخر دقيقه كان بيجري وكان في نفس، وده اللي ممكن يخليه يبقى مجهد بشكل كبير لانه شايل نص ملعب الزمالك لوحده في ماتش انبي وفي ماتش بيراميدز. وبعيدا بقى نادي الزمالك كان نازل ما عندوش نص ملعب في ماتش انبي، فهو كان نازل بيلعب بنفس الطريقه ونفس السيناريو اللي لعب بيه قدام بيراميدز ومن قبله شباب بلوزداد، اللي هو انا اروح بكورتين او 3 كور اخطف منهم جون وارجع ادافع واكسب 1-0. بس المشكله في ماتش انبي ده اللي انت فعلا جات لك الكورتين اللي هتخلص بيهم الماتش، واحده من خوان بيزيرا اللي راح بقى انفراد بس بسوء فينش حطها جنب العارضه، والثانيه اللي راحت لناصر منسي جوه منطقه الجزاء بس عليت منه فوق العارضه. طب انت كده الخطه الاولى بالنسبه لك فشلت، هتجيب جون ازاي؟ هتروح للطريقه الثانيه وهي الكور الثابته والركنيات. الزمالك اللي جاله اكتر من 17 ركنيه في ماتش انبي ولا واحده اتلعبت صح الا واحده بس راحت على دماغ محمود حمدي الونش وجت في العارضه، وجاله اكتر من 6 فاولات على حدود جزاء منطقه انبي وبرده كلهم اتلعبوا غلط. وبدل ما الكور دي تبقى مصدر خطوره بالنسبه لك ده هي كانت مصدر خطوره عليك، لان كل ركنيه كنت بتلعبها غلط او فاول كانت بسرعات انبي بهجمات المرتده كان بيعمل عليك خطوره، وانبي كان بيروح عليك ب3 و4 لعيبه على 2 لعيبه، بس بسبب قله الخبره وسوء الفينش عند لعيبه انبي ما قدروش يسجلوا فيه. وكاوفرول انبي كان اخطر طول الماتش وراح بهجمات اخطر منك وضيع كتير لولا تالق واحد زي المهدي السليمان ومن قبل واحد زي عمر جابر اللي لاول مره اشوفه بيعمل تغطيه عكسيه صح بيمنع فرصه هدف اول بالنسبه لانبي، ونادي الزمالك بيخلص الماتش بنتيجه 0-0 وبيضيع نقطتين مهمين. والسيناريو اللي احنا كنا خايفين منه هو ان في الماتش اللي بعد ماتش الزمالك على طول ماتش الاهلي قدام بيراميدز النادي الاهلي يخش الماتش ويكسب بيراميدز وياخد دفعه معنويه يخش يكسبك يوم الجمعه الجاي، وبعد كل اللي انت عملته في الموسم ده يبقى زيك زي الاهلي في النقط وكمان يتصدر عليك الدوري. بس الحمد لله ان ده ما حصلش والاهلي نزل خسر قدام بيراميدز ورجعت الحياه ورجع الامل تاني نادي الزمالك، كل حاجه بايد نادي الزمالك. لا ومش بس كده، ده انت جاي لك الاهلي في اسوأ نسخه في تاريخه. لا ومش بس كده، ده انت جاي لك الاهلي يوم الجمعه الجايه وهو باسوأ نسخه في تاريخه، ومستحيل في ال10 سنين ولا 20 سنه الجايين الاهلي يجي لك بالمنظر اللي هو جاي لك بيه ده، وده هيبقى اكبر فخ لعيبه الزمالك ومن قبلهم الجهاز الفني ممكن يقعوا فيه يوم الجمعه الجايه قدام الاهلي.
لان انت لو ما ركزتش ونزلت قدام النادي الاهلي وانت مركز بنسبه 150% وما ذاكرتش للماتش صح، ممكن النادي الاهلي يكسبك عادي جدا. لان بالرغم ان النادي الاهلي خسر قدام بيراميدز بنتيجه 3-0 مع الرأفة، الا ان النادي الاهلي كان نازل اول ربع ساعه مسيطر على الماتش تماما بسبب الدفعه المعنويه والحماس اللي الجمهور كان مديهوله. فالنادي الاهلي في اول ربع ساعه جاله اكتر من 8 ركنيات وهدد مرمى بيراميدز باكتر من كره خطر، والشناوي تألق في واحده والدفاع شال واحده. لو النادي الاهلي بس كان جاب جون واحد بس في اول ربع ساعه كان الماتش ده اتغير 360 درجه، وكنا ممكن في الاخر نشوف الاهلي بيكسب الماتش. بس لولا بقى غباء من المدير الفني تروب ومن قبله في الملعب ياسر ابراهيم وامام عاشور وزيزو، الاهلي خسر من بيراميدز بنتيجه 3-0 وبنسبه 80% هو موجود في المركز الثالث، وممكن كمان لو خسر من الزمالك الماتش الجاي ينزل للرابع. الاهلي اللي داخل الماتش الجاي قدامك وهو بالنسبه له ماتش تحديد بطل، يا اما يكسبك ويخلي بيراميدز يرجع تاني للدوري والدوري يولع، او انت تكمل على النادي الاهلي تكسبه وتضمن انك تاخد الدوري وما تبصش لنتائج الاخرين. بس تفتكر الاهلي هيفوت فرصه ان هو يكسبك ويضيع عليك الدوري ويصالح شويه من جمهوره على الموسم اللي هو عمله والموسم ده؟ او هو ده بقى الفخ اللي انا خايف لعيبه الزمالك تقع فيه، وده شفناه كتير قبل كده بيحصل للفريقين، اشهرهم طبعا في ماتش السوبر الافريقي اللي قبل الماتش كل الجماهير الاهلاويه والاعلام الاهلاوي قال لك ده هنحط على الزمالك 9 واسام ابو علي هيجيب 8 ولو انا اصلا من لعيبه نادي الزمالك ما اروحش الماتش وكل الكلام ده. وفي الاخر اللي حصل ان الزمالك نزل اكتسح الاهلي في الملعب وقدر ياخد منهم السوبر الافريقي. ونفس الكلام ده حصل بالنسبه لنادي الزمالك مش من بعيد، ده لسه في ماتش الدور الاول ما بين الاهلي والزمالك لما قبل الماتش كان الاهلي داخل بنفس الشكل، يعتبر الاهلي موجود في المركز الثامن او التاسع والزمالك مركز اول، لا وكمان الاهلي داخل يلعبك وماشي المدير الفني بتاعه ومن غير اهم 2 لعيبه عنده زيزو وامام عاشور. وقتها كل الميديا الزملكاويه والاعلام بما فيهم انا قلنا هنخش نحط على الاهلي سكور وخوان بزرع هيهاتري وهيبقى ماتش فضيحه للنادي الاهلي. واللي حصل في الماتش كلنا فاكرينه، الاهلي بعد ما كان خسران 1-0 رجع وسجل الجون واثنين وقدر يكسب الماتش في الاخر. وبعد الماتش ده الزمالك قعد 3 ماتشات ما بيكسبش وده اللي خلاه ينزل للمركز الرابع بعد كده. فانا مش عايزك تقع في نفس الفخ بتاع الدور الاول تاني. الاهلي جاي لك من غير الباك اليمين الوحيد اللي عنده محمد هاني، جاي لك بنسبه كبيره من غير ياسر ابراهيم، جاي لك وكل لعيبته مستواهم تحت الارض، يعني جاي لك مقطع بطاقته وبايع الدنيا، وانت ما تخافش من اللي جاي لك وبايع الدنيا ومقطع بطاقته ده. لو جينا نبص على نقط ضعف النادي الاهلي اللي ممكن تضربه منها فهي مفيش اكتر منها. عايز تضربه من على الوينجات مفيش اسهل من كده، هترمي الكره في ظهر كوكا او اللي هيلعب مكان محمد هاني هادي رياض او احمد عيد هتقدر تسجل في النادي الاهلي، زي ما بيراميدز كان فاتح شوارع في ظهر كوكا من محمود زلاكا ومن بعديه فيستون مايلي. طيب مش عايز تضربه من على الوينجات وعايز تضربه من القلب مفيش اي مشكله، النادي الاهلي عنده خط هجوم ما بيدافعش وعنده نص ملعبه مش شايف قدامه والاثنين المساكين بطاق، فاي ثرو ما بين خط نص الملعب وخط الدفاع فانت هتروح انفراد. ده فيستون مايلي اللي عنده 34 سنه خد ياسين مرعي وراه من نص الملعب وراح حط الكره في الجون، فانت عندك السرعات اللي ممكن تعمل كده في النادي الاهلي. طيب بقى لو انت مش عايز بقى تضرب الاهلي من العمق ولا من على الاطراف وعايز تضربه الكور الطويله برده مفيش اي مشكله، هترمي الكور الطويله ولا خط دفاع النادي الاهلي وهتروح بالسرعات بتاعتك وهتسجل. طيب بقى ما انت عمال تقول لي اهو الاهلي ما عندوش دفاع وما عندوش نص ملعب وما انزل خايف قدام الاهلي ليه؟ تنزل تخاف من النادي الاهلي بسبب الحماس اللي هينزل يلعب بيه قدامك في اول ربع ساعه، تخاف من النادي الاهلي لو سجل فيه جون بدري فانت هتضطر تفتح ملعبك عشان تجيب الجون التعادل، فالنادي الاهلي بسبب المساحات اللي انت هتسيبها يجيب فيك الجون الثاني. تخاف من الارهاق البدني اللي ظهر على لعيبه زي اهم لاعب عندك في نص الملعب عبد الله السعيد ومحمد شحاته، او موجود في هجومك زي خوان بزيرة وعلاء الدباب وناصر منسي. في ماتش الاهلي ده انت مش بس محتاج تسجل من نص فرصه، انت محتاج تسجل من ربع فرصه. واوعى اوعى 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 لما تجيب جون في النادي الاهلي ان شاء الله اوعى ترجع تدافع وتسيب له الكوره زي ما انت عملت في الدور الاول. عايزك اول ما تجيب جون باذن الله تمسك الكوره وكده كان النادي الاهلي هيبدا يهاجمك وهيبدا يفتح عليك ملعبه زي ما عمل قدام بيراميدز، وانت من هنا تقدر تضربه بالكور الطويله والكور البينيه ما بين خط الدفاع، وانت عندك السرعات اللي تبهدل النادي الاهلي، عندك سرعات على الونجات زي سيكو بانزا وزي خوان بزيرة، وعندك مهاجمين محطه زي علاء الدباب وناصر منسي يقدروا يستلموا الكوره ويلفوا ويودي المهاجم بتاعك ويروح يحط جون زي ما احنا شفنا في ماتشات الزمالك اللي قبل كده. فكل دي طرق تقدر تكسب بيها النادي الاهلي وكل دي طرق تلعب بيها قدام النادي الاهلي في حاله انك جبت جون. بس انت لو جبت جون ورجعت تدافع وسبت الكوره النادي الاهلي صدقني هتندم وهيحصل فيك زي اللي حصل في النادي الاهلي قدام بيراميدز وهيحصل فيك زي ما النادي الاهلي عمل فيك في ماتش السوبر وفي ماتش الدوري بتاع الدور الاول. واوعى برضه تنسى ان النادي الاهلي حتى هو في اسوء احواله هو لسه عنده لعيبه ولاعيبه بكواليتي عالي. عنده واحد زي امام عاشور ده لو في يومه وفورمه ممكن لوحده يبهدلك، لان امام عاشور هو اللاعب الوحيد في النادي الاهلي اللي يقدر يعمل كره بينيه تضرب خط دفاعك ونص ملعبك، واللي انت عندك فيه مشكله بسبب ان انت ما عندكش لاعب 6 صريح. عندك محمد شحاته واحمد فتوح الاثنين على دايره نص الملعب، وعندك الجاب ما بين قلوب الدفاع ونص الملعب كبيره، فاي كره بقى بتتحط في المساحه اللي ما بين قلوب الدفاع ونص الملعب دي بتروح عليك بخطر. وده اللي احنا شفناه بشكل كبير وواضح في ماتش انبي اللي فات. انبي راح عليك بثلاث كور، الثلاث كور بنفس الطريقه، هستلم الكره في نص الملعب في ظهر محمد شحاته هحطها ما بين قلوب الدفاع محمود حمدي ونشو حسام عبد المجيد هيروح انفراد. واحده بقى عمر جابر هيعمل تقطيع
عكسيه ويشيلها، واحده المهدي سمير هيتالق، واحده هتضيع. بس انت تفتكر بقى ان انت مش هتلاعب انبي، انت هتلاعب النادي الاهلي. يعني السرور اللي ممكن يروح هيروح لزيزو او هيروح لتريزيجيه او هيروح لامام عاشور او هيروح لمحمد شريف او هيروح لحسين الشحات. فكل دي لعيبه لازم تخاف منها، لان انت برده زي ما الاهلي عنده نقط ضعف انت كمان عنده نقط ضعف، والنادي الاهلي عنده اللعيبه اللي ممكن تلعب على نقط ضعفك دي في حاله ان اللعيبه دي فايقه وعايزه تلعب وعايزه تكسب. وده اللي مش موجود في النادي الاهلي دلوقتي، بس ممكن يبقى موجود في ماتش الزمالك، لان زي ما انا قلت لك ماتش القمه ده ماتش بطوله جوه بطوله. فاوعى يا كابتن معتمد جمال، اوعى 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 ترمي ودنك وتسمع لاي كلام من الاعلام الزملكاوي او السوشيال ميديا الزملكاوي او اي اراء من اي حد بيقول لك اصل الزمالك هينزل يكسب الاهلي سكور، اصل ماتش سهل، الزمالك هيحط على الاهلي، هنكسب، هناخد الدوري. اقفل على فرقتك، اعمل معسكر كويس، ذاكر النادي الاهلي كويس، وانزل العب قدام النادي الاهلي، انك انت في الاول وفي الاخر نازل تلاعب النادي الاهلي في ماتش قمه، في ماتش حسم الدوري. ويا كابتن معتمد انت كده عارف اكتر مني ان احنا الوقت ده مش مستحمل اي نقطه تضيع، لان زي ما انت شايف الماتش اللي انت داخل عليه ده اهم من ماتش بيراميدز واهم من ماتش انبي. مش مستحمله نضيع اي نقطه، لان اي نقطه انت تضيعها قدام النادي الاهلي معناها ان انت كل اللي انت عملته في الموسم هيتمحي باستيكه كانه ما حصلش، وفي الاخر الدوري ممكن يروح لبيراميدز وانت تلعب مركز تاني، وممكن بعد ما تخسر من الاهلي يحصل لك انهيار زي ما حصل في الدور الاول وتلاقي نفسك الكونفدراليه تتصل بيك. فيا كابتن معتمد جمال انا واثق فيك ان شاء الله انك هتعرف تجهز اللعيبه احسن استعداد لماتش الاهلي الجاي، وانك مش هتسمع لاي راي من السوشيال ميديا، وانك ان شاء الله هتنزل مركز 150 و200% قدام النادي الاهلي وهتقدر تكسب الماتش. وكل التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله. ولو جينا بقى لتوقع انا عايز اقول لك ان كل حلقه كنت بتكلم فيها بعمل توقع وبشير في المونتاج، ما اعرفش ليه. توقعت ان الزمالك يكسب شاب بلوزداد 2-1 والزمالك كسب 1-0، توقعت يكسب بيراميدز 2-1 والزمالك كسب 1-0، توقعت يكسب انبي 2-1 وتعادل 0-0. فانا هرجع برضه ومصمم ان نادي الزمالك يكسب الاهلي ان شاء الله بنتيجه 2-1 والدوري زملكاوي. عارف انا اكتر حاجه خايف منها في الماتش الجاي ايه؟ في كده بوستات بتنزل في الدوري الانجليزي اللي هو بيقول لك كله بيرني في كله، اللي هو مثلا ايه مانشستر يونايتد كسب مانشستر سيتي، راح مانشستر سيتي كسبان ارسنال، راح ارسنال كسبان مانشستر يونايتد. هو ده اكتر بوست انا خايف اشوفه بعد ماتش الاهلي الجاي، اللي هو الزمالك كسب بيراميدز، راح بيراميدز كسبان الاهلي، راح الاهلي كسبان بيراميدز، ويقول لك بقى متعه الايجيبشن ليج وكله بيرني في كله. لا ما تسيبش كل حاجه في الدوري الانجليزي وفي الدوريات الاوروبيه وتاخد لي دي اللي احنا الحاجه الوحيده اللي احنا نعملها زيهم. لا يا عم النادي الاهلي انا وابن عمي على الغريب، بيراميدز غريب، ما تخليش الغريب يوقع بينا، ما تخليش الغريب ياخد الدوري وانا وانت نروح نلعب. لا انا هلعب افريقيا نلعب كونفدراليه، فما يرضكش ان الغريب ياخد مننا وانت دوري وانا وانت في الاخر نقعد نضرب في بعض. عم الاهلي اخويا فوت لي ماتش زي ما انت بتفوت لبيراميدز كده كلها راحه جايه. ده انا حتى اخي كنت قاعد بشجعك امبارح، ما كنتش بشجعك قوي بصراحه، انا كنت قاعد بشجعك بعد ما دخل فيك الجون. يعني اول ما الاهلي دخل فيك الجون بدات اشجع، انا بقيت اهلاوي وخلاص، واول ما الاهلي جاب جون انا فرحت فرحه مش عايز اقول لك والله انا فرحت فرحه عامله ازاي. فلما اتلغى والله اتعكننت بقى، وبعد كده الماتش اللي فتح 3-0 يا عم النادي الاهلي انا وانت ولاد عم، بيراميدز غريب فوتها لاخوك وهكذا بقى. وفي الاخر كان خلاص كل اللي عندي. ما تنساش لو عجبتك الحلقه لايك شير سبسكرايب في القناه عشان تسجلنا بقى ان شاء الله. تكتب لي توقعاتك في الكومنتات، شايف مين اللي هيكسب الماتش؟ هل الاهلي هيكسب الزمالك ويدي الدوري لبيراميدز، ولا الزمالك يكسب الاهلي وياخد الدوري، او لو الاثنين اتعادلوا؟ هو ايه اللي هيحصل لو الاثنين اتعادلوا؟ تصدق ما فكرتش فيها. الزمالك هيبقى 51 بيراميدز هيبقى 50. بص ما يحصلش ما فيش تعادل، اكسب يا عم الزمالك. السلام عليكم.